ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ كنت بقالي حبه كده بفكر في فكره اصلا الفيديو ده، وازاي اصلا هرتب الافكار، ايه هيبقى قبل ايه وايه هيبقى بعد ايه. موضوع عامه الجيم والناس اللي هي مش فاهمه بالظبط هي رايحه فين وايه وجهتها. في عامه كده 4 حاجات انا رتبتهم تحت بعض. فالكورس ده عامه هو هيبقى زي خطه ليك، او هيبقى هي الخريطه بتاعتك في انك توصل او تعرف اصلا ايه الهدف اللي انت رايح له. متبقاش مثلا بتنزل جيم عمال تعتل وتشيل اوزان، او تعمل حاجات غلط، عمال ممكن لا قدر الله في مره جالك اصابه جالك مزق الكلام ده كله. فانا قررت ان انا اعمل الكورس ده، هو هيكون حوالي 4 حلقات كده بالظبط. هيجي لك بقى موضوع التوهه، وموضوع اللي انت داخل الجيم لقيت 100 حاجه بتتعمل وده بيعمل حاجه عكس حاجه، طب انا ايه الصح اللي المفروض اعمله وجسمي اصلا محتاج ايه. فالكورس ده زي ما قلت هيكون مكون من 4 حلقات. اول حلقه هتكون عن التاهيل عامه واعداد المايند سيت بتاعتك، ازاي تلتزم. يعني مش شرط دايما تكون محفز، لان انت لو دايما محفز، بص انت عندك الجراف بتاع التحفيز هيبقى عامل كده يوم وكده يوم تاني. لكن الالتزام دايما هتلاقيه عامل كده ستيل. انت بتتحرك حتى لو الجراف مش عالي قوي، بس ستيل هو مستمر دايما دايما. فاول حاجه في الكورس ده واول حلقه هتكون عن التاهيل. تاني حلقه هتكون عن التمارين والاخطاء اللي فيها، ازاي مثلا تظبط الكرسي، ازاي الجهاز المعين ده تلعب عليه، ازاي تستهدف بيه العضله دي ازاي، وعن رد بقى على شويه اسئله شائعه كده وشويه حاجات في الايه في المجال ده. تالت حلقه انت بتتكلم عن التغذيه والسعرات، وازاي اصلا ان انت تبقى عايز يعني رايح لهدف معين، عايز اضخم، عايز انشف، عايز مثلا ان انا اثبت وزني، بس ان انا ابدا ان انا يبقى شكلي بس حلو، ان هي تبقى لياقه او صحه عامه. والجزء بقى الرابع ازاي اتعامل عامه مع النظام بتاع زين، والبي دي افات بقى شكلها عامل ازاي، وازاي اتعامل مع موضوع تسجيل الاوزان. وبرده هنتكلم عن موضوع الار اي ار ده اللي هو عدات الاحتياط، اللي هي العدات اللي هي معايا، اللي هي مش شرط اوصل للفشل العضلي مثلا في المجموعه دي. فسريعا يعني كده يبقى الكورس بسيط وخفيف، وهيبقى طبعا كله موجود، الحلقات ورا بعض ومترقمه عشان برضو ما حدش يتوه، ونبقى ماشيين مع بعض خطوه بخطوه. فانا عامه مبسوط ان انا هبدا حاجه زي كده، واتمنى ان هو يفيدكم، وان شاء الله تستفادوا كلنا وكلنا نستفاد. وعلى السلامه.